اوعى تقلب، اسمع اسمع. لو انت عربي الفيديو ده ليك، اسمع كده. يهمني أن أشترك في تحية وتقدير الإنسان في فيصل، ويهمني أن أشترك في تحية وتقدير الموقف في فيصل. أما الإنسان فيه فرجل يعرف معنى الخلق ومعنى الصداقة ومعنى الكرامة ومعنى الشرف. وأما الموقف فيه فرجل قلت له في حياته: إنك وعدت فصدقت، وعاهدت فوفيت. قلت له ذلك في حياتي، وأقوله اليوم بعد مماتي، ذاكرا بكل اعتزاز وبكل عرفان وبكل محبة رجلا كان في دوره إنسان، وهذا أعظم ما يقال عن رجل، وكان في حياته موقفا. وهل الإنسان إلا موقف حق والتزام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة الكرام، إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أتقدم إليكم بكل ترحيب نيابة عن أبناء هذا الشعب في هذا البلد، وإصالة عن نفسي. أيها الإخوة، إنني لأرجو الله سبحانه وتعالى لكم كل خير، وأن يتقبل منكم ما تسعون إليه من أداء الحج وعبادته سبحانه وتعالى، والإيمان به والإخلاص له. إنه من واجبنا جميعا التمسك بديننا وإيماننا بربنا وتضامننا وتآخينا في هذا السبيل بكل إخلاص وكل جد وكل عزيمة، لأن هذا هو الذي يحقق لنا كل خير في دنيانا وآخرتنا. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون أنه في العام الماضي لما صارت المعركة بين إخوتنا العرب وأعداهم الصهاينة، فتقدم الإخوة مكبرين الله سبحانه وتعالى بقولهم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فصارت النتيجة أن اكتسحوا أعداءهم ولله الحمد في منطقة القناة وفي مرتفعات الجولان من إخواننا في مصر وفي سوريا. وهذا مما يثبت للمسلمين أنهم في تمسكهم بدينهم وعقيدتهم وإيمانهم بالله وإخلاصهم له سينتصرون في كل المجالات إن شاء الله. وإذا كان هناك الآن من يقول بأن العرب يقبلوا بقرارات الأمم المتحدة، فإننا نرفض ذلك رفضا باتا، لأننا أيها الإخوان إذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فعلينا أن نعترف بدولة الصهاينة
لأن الأمم المتحدة معترفة به. وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين. هذا ما لا يمكن أن نقبله أو نرضى عنه. ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. إذا كان العرب حقيقة مخلصون وجادون وعازمون على أن يخلصوا وطنهم السليم فليتفضلوا وليثيروها صيحة واحدة، وستكونون أنتم أول من يزور فلسطين في مقدمتهم. ونحن أيها الإخوة لسنا ممن يديرون المعارك من وراء المكاتب وأجهزة التلفون. فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فستروني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم. وإنني أيها الإخوة لا أقول هذا لا رياء ولا تزلفا، ولكنني أقوله عن عقيدة ثابتة، لأنه إذا لم ندافع بدمائنا وكياننا وكل ما نملك عن قضايانا فلن نكون أصحاب شأن ولن يقوم لنا قائمة إذا اقتصرنا فقط على الخطب والتصريحات. ونحن حينما نصارح بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة.